معاك عادل امام. ابدا. استاذ عادل، انا مؤخرا نفسي اسال حضرتك سؤال. موضوع السفير نوايا الحسنه ده بتعمل فيه ايه؟ لان انا محتاج الخبره دهيت عقبال عندك كده، زي ما حضرتك عارف برضه تعينت السفير نوايا الحسنه، فعايز اعرف. نعم. ازاي يعني؟ ازاي بتعمل ايه حضرتك؟ مش فاهم الحقيقه انت عايز انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه. انا مبسوط جدا اولا ان انا موجود مع فنان جميل بحبه زي خالد ابو النجا. اسمحوا لي سقفوا له سقفه كبيره قوي. وانا عايز اقول لك على حاجه خالد، لما تبقى انت دايما سفير واخد بالك بتبقى بتعبر عن مخزون الحقيقه جوه البني ادم يعني. لان دايما انا ما روحتش قبل كده على فكره عشان تبقى عارف. بس ما رحتش السفاره خالص حضرتك؟ لا رحت حضرتك. هي فين السفاره؟ عملت ايه جنبك ولا لمبور اللي جنب محطه البنزين على طول. حاجه ظريفه قوي الحقيقه يعني. الجمهور لذيذ والسفاره لما تروح السفاره هتلاقي السفاره جوه العماره. باين السفاره في العماره. واضح جدا. فانا عايزك لما تروح تبقى عامل من جواك ان انت عندك نيه حسنه، ان انت تقعد مع الناس اللي هناك. انت لقيت حد هناك لانهم هناك الحقيقه بيعتذروا بقالهم فتره والبني ادم دايما واخد بالك خالد بيبقى عارف. غير الموضوع عشان مش فاهم في اي حاجه. غير الموضوع. نخش موضوع تاني فعلا ونتكلم مع ليمبي. انا بص في ايه؟ انتوا بتهيصوا ولا ايه؟ انا مبسوط قوي ان انا موجود معاكم النهارده في العزيزه الكبيره، وربنا يكرم ان شاء الله، وانا سعيدكم يعني ونعمل شغل حلو مع بعض، ويعني بني ادم. ليمبي، انا سمعت ان انت خارج من السجن قريب. يا ترى كنت بتعمل ايه في السجن؟ والله حضرتك بلاش تحرجني يعني. وكنت حضرتك رايح اجيب عقد الشقه بتاع ابويا اللي عم خدوا منه غصب واقتدار، فمراته ما رضتش تديني العقد يعني، قمت رميها من البلكونه. رميتها من البلكونه. الست قالت ماتت مقتوله من لا حضرتك كان في سلك كهرباء تحت البلكونه. ما اتكهربتش بقى، قعدت تنط على سلكه شويه كده، وبعدين هتوقع في حمام سباحه. ما ماتتش غرقانه بقى. مش لا نط على مناطق ثانيه وراحت طلع لي تاني في قلب البلكونه. فانا اتخنقت منها بقى، قمت مطلع السكينه اضربها طلقتين، ماتت مخنوقه يعني. انا بقول لكل سب او كل فتاة لا تنحرف وليله الجريمه، واذا عمك خد منك عقد الشقه وضربك على قفاك بص لك شعر ودق، والجريمه لا تفيد. وفي نهايه البرنامج احب اسمع اغنيه سيد الحبايب يا حنان وزعل كبير يا عم الحاج بقى. محمد نجم. استاذ محمد نجم، احنا سعداء بوجودك معانا النهارده في البرنامج، وبقالنا مده كبيره ما بنسمعش اخبار حضرتك. ايه الاخبار؟ حبيب قلبي حبيبي. يعني انا محمد نجم وعايز اقول ان خالد ابو النجا ده فنان جميل وانا بحبه. فاكر يوم والله انا عايز اقول على حاجه يا جماعه بامانه يعني. والله ماشي انا وخالد مره على المسرح، فجاه دخل في رجله مسمار، قلت له دخلت والله ما انت طالع عشان ما حدش وحشني شفيق يا راجل. طبعا. طب ايه رايك نسمع او نشوفك في ستاند اب كوميدي اللي جوه المسلسل بتاع راجل وست ستات ده؟ بتعمل فيه ايه؟ نشوف جزء من الكوميديا على الواقف. ستاند اب كوميديا على الواقف. اوكي. احنا طبعا كده بقى خليك قاعد على الكرسي معانا. ما هو اوكي ولا محتاج تقف وتعمل حاجه؟ لا هو الموضوع بس بسيط خالص، ان انا عندي اعتراض بس على الكليبات اللي بتحصل دلوقتي والاغاني والتطور اللي احنا شايفينه بقى حاجه مستفزه جدا يعني. فانا كنت ماشي يا جماعه فجاه الساعه 4:30 بالليل، انا بروح بدري دايما يعني. فجنبنا ست ام ابراهيم، ست غلبانه مالهاش دعوه بحد خالص يعني. فكانت قاعده في الشباك فقالت لي استاذ وائل ازيك يا حبيبي؟ قلت لها ازيك يا حاله ام ابراهيم اخبارك ايه؟ قالت لي انا عايزه العنب. قلت ست كبيره عايزه يعني تاكل حاجه حلوه. رحت لعم خليل في المحل اللي جنبي، قلت له عم خليل عايز 4 كيلو عنب. قال لي صبح يا عم وائل، ايه النور ده يا عم الحاج؟ منور يا عم الحاج، نجيب لك بلح وعنب وكل حاجه يا عم الحاج. وصبح يابا. خدت العنب رحت لام ابراهيم قلت لها عنب. قالت لي انت غبي، انا عايزه العنب. العنب يطلع في الشتاء قوي. فهمت ان الست دي بتتكلم عن الاغاني والشرايط والكليبات. فسالت الفنانين استاذ وحيد سيف تقدر تقول لي النهارده في الليله الكبيره ايه رايك في الاغاني اللي بنشوفها دلوقتي؟ بس الله ايه ده مش عايز اي صوت. والله ايه الاغاني دي يا عم خالد؟ الموضوع كله بقى رقص وحاجات. نفسي الاقي حد في الكليب يكون لابس حاجه. ايه ده يا راجل؟ ايه ده؟ ولا ايه رايك في الموضوع ده يوسف داوود؟ بتتفرج على الكليبات ولا لا؟ ايوه يا ابني ايوه.
الكلمات دي حاجه حلوه قوي. ازيك يا خالد؟ ازيك يا زميلي؟ ايه ازيك يا خالد؟ ايه الاخبار حضرتك؟ استمتعت بالعمل معاك في الفيلم مؤخرا شقه مصر الجديده. انت هتنام ولا ايه؟ يا خالد اوكي استاذ يوسف داوود، احنا بنشكر حضرتك جدا وبنقول للاستاذ محمد صبحي ايه رايك في الاغاني اللي بنشوفها دلوقتي؟ تعملي شبورة قلق، بنات حلوين موظفين طالعين في الكليبات عسل. عبد الله بتتفرج على الكليبات يا عبد الله، الولد عبد الله اللي كان معايا في المسلسل طالع تتفرج على الكليبات. يالا سمع بقى عبد الله مشي في رد عليه قال له ازيك يا عم خالد؟ بامانه وحشني، بقالي كتير ما شفتكوش. ومراتي كانت حانن، واخد بالك، حانن في 18 شهر، فروحنا نطمن بقى عند الدكتور وكده نعرف يعني لسه ما خلفتش ليه. فراجل الدكتور فتح بطنها قال لي استاذ عبد الله انت جاي لك توأم. قلت له الحمد لله. قال لي محترمين قوي. قلت له طب بقالهم انت سبتها ليه يا دكتور؟ قال لي الاثنين محترمين، واحد بيقول للتاني اتفضل والتاني يقول لا ولا هيتفضل. حاجه جميله يعني. طب ميرسي جدا يا استاذ عبد الله. تحب نسمع فنانين تانيين؟ خليك بقى هنا معانا. اوكي استاذ احمد ادم القرموطي، عايزين نعرف منك، لان انا سمعت الاستاذ خالد بيتكلم عن بوش والغباء في امريكا، وانت اقرب واحد لجورج دبليو بوش، فتحب تقول له ايه يا قرموطي؟ معلش طبعا احنا بنتكلم، اذا اتكلمنا عن ارمط يبقى ارمط هو احسن واحد في العالم ممكن يتكلم مع الراجل ده، لان دبليو بوش اساسا اسمه دبليو سي عشان تبقوا عارفين. من الاخر يا عم الحاج، لان عيب قوي انه يطلع المركز الرابع ده، ياخد الاول مع الجداره ومرتبه الشرف واللحاف يا عم خالد. والله العظيم عنده ميكروباص مشغله اوهايو تكساس، واخد بالك، ما بيصفلوش 40 جنيه في اليوم. قلت له بيع الميكروباص يا عم الحاج ونتشارك مع بعض في تاكسي عداد. قال لي لا. مصدقني ولا ايه نظامك يا عم خالد؟ مصدق خالص. ارمط بيحييك والعب. زي ما شفنا الليمبي، نعرف عفاريتك يا ليمبي، يعني قول لنا عفاريتك مين كده عشان نبقى عارفين. عرفنا ان في رياض المنفلوطي وفي عوكل وفي قطاطا، يعني ممكن تكلمنا عن عفاريتك شويه؟ يا عم عفاريتك ايه وانا كده حضر ارواح في قلب حبيب قلبي الاستاذ رياض البنطلوني، الراجل اللي كنت ساجنني في قلب السجن. شايف خلق جديده قاعده معانا النهارده. انا عايز اقول لكم على حاجه، اي واحد قاعد جنب واحده يعتبرها اخته، انما تعكسها والجو ده هعصرك، انزل منك جمهور صغير في قلب الاستوديو. عيب. وايه اللي جاب الولد اللي اسمه عوكل هنا ده؟ السلام عليكم، انا مبسوط ان انا موجود معاكم في قلب الليله الكبيره، وبيا يا عم خالد، بيا وجبت ننتي قطاطا. خش يا ننتي وما تلبخيش قدام الناس. يا حبيبي يا واد ما عنده دم. لك يا خالد، لك يا حبيبي. اهلا وسهلا. معاك سجاير؟ ما بدخنش. السيجاره اللي انت عشان ما تعرفش الواد عقل ده ابن بنت كده. خلاص يا حاجه مسكرين قوي يا جماعه. وعايز اقول لكم ان الكليبات دي اقدر واحد بيتكلم عليها الاستاذ سمير الاسكندراني. محمد لطفي يعني حبيبي واخويا وكفاءه. عايزين نشوف محمد لطفي. طب يعني اديني فرصه، يعني ممكن نجي لك كمان اسبوع بس اركز معاه واجي بقول. اخر واحد الاستاذ سمير الاسكندراني بقى. طيب. حبيبي واخويا وكفاءه وراجل بيتكلم عن الطرب. تقدر تقول ايه عن الاغاني يا عم سمير؟ مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين، ونسقف سقفه كبيره لهذا الرجل الفنان. في موجة الصغير الغنى زمان يا عم خالد كان في معاناه. عندك عبد الحليم حافظ كان بيعاني، بيقول لك ماسك الهوا بايديا. شوف الفجر بيغني وماسك الهوا ولا في دماغه. فريد الأطرش اطرش وبيغني، وكان بيعمل شغل عدويه. قال لك السح الدح انبوه. عطش قال لك انا عايز اشرب. ادي الواد لابوه مش لامه، لان امه بترضع اخوه. انما دلوقتي تبص مثلا يعني تلاقي كليب كده غريب ما عادش فيه معاناه. تلاقي واد عامل شعره صبايكي كده وطالع يقول لك حد عايز حاجه مني قبل ما امشي. طب مضغوط انت هتقتتني عشان بتغني. مطربه ثانيه لا داعي ذكر اسمها تقول لك بوس الواو. ايه القرف ده؟ يعني انت اتعورت ابوس انا الواو ليه؟ فانا بشكركم جدا، وعايز اقول لكم يا ريت نرتقي بالغنى في مصر والوطن العربي، عشان كده عيب. وعايز اقول لكم كلكم باي باي. طيب وائل علاء الدين يا جماعه الكوميديان، وخليكم معانا بعد هذا الفاصل هيكون معانا